انا مش عارف ايه مشكلتكم مع مراتات اللعيبه. يعني هل دي مثلا عقده نفسيه او حاله نفسيه في حاجه؟ يعني انا من ايام عماد متعب ودلوقتي زيزو. هو صفقه زيزو صفقه مؤلمه، صفقه متعبه نفسيا، صفقه يعني انا اذا كان رمضان صبحي احنا مشيناه وديناه البيراميدز انا متضايق. فاهم حاجه؟ فتخيل لما اللعيب بيتاخد منك كده، فالموضوع طبعا يعني مؤذي نفسيا، بس مش الدرجات يا جماعه. يعني انتوا فرقتوا ايه عن الناس اللي بيتقبض عليها كل يوم دلوقتي بتوع التيك توك دول؟ مش الدرجات دي يعني. الكوره كوره، ويعني مش كده. اهلي وزمالك احنا اصحاب واحباب وحبايب، ونهزر مع بعض وكده، بس مش نخش في الاعراض كده يعني. فالموضوع يعني رخم، والموضوع دمه تقيل. و يعني اتمنى يكون في حركه تحصل علشان الموضوع يهدى شويه، لان كده الموضوع مش ظريف. ورساله لكل جماهير النادي الاهلي اللي رايحه ماتش النهارده: ما نردش، ملناش دعوه، خلينا في فرقتنا ونشجع فرقتنا وبس. محدش يشتم، محدش يقول اي حاجه. واتمنى ان يعني زيزو، وانا واثق من زيزو جدا ان هو مش هيتاثر بالكلام ده خالص. المنتاليتي بتاعته عاليه جدا، وحتى هو رد وكلم اللعيبه قال لهم: انا الرد بتاعي في الملعب، انا لاعب محترف، ماليش دعوه بالكلام ده. بس لكن اسره زيزو يعني ممكن ترفع بلاغ او تقدم بلاغ ضد اللي حصل ده يعني. خلينا نحفل على بعض في الكوره بس، وانت لما تتعادل ولا تخسر انا اخش احفل عليك، وانا نفس القصه، والدنيا جميله كده بدون شتايم وبدون حاجات خطر، بدون حاجات خطر ان احنا نتكلم فيها. أراك ضحكة.